شهر الخير دخل علينا باليمن والبركات، يا رب يجعله شهر خير علينا كلكم ويبعد عننا كل الأزمات. النهاردة أنا جاية معاكم في فيديو بسيط جدا جدا زي ما هتشوفوه مفهوش أي تكلفة، علشان خاطر نعرف إن كل بيت بيمر بالحلو وبالوحش. فليه نبقى في الظروف اللي هي غصب عننا ما بنظهرش ونتكلم؟ لازم نقول ونخلي نبقى كلنا إيد واحدة مع أهالينا في البيوت. الأزمة دي هتعدي يا جماعة إن شاء الله، وأدام بنقول الحمد لله يبقى ربنا من عنده هيفرجها علينا كلنا، واللقمة الهنية بتكفي 100. صح؟ يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا الجميل القمر، وما تنسنيش في اللايك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده المفروض كنت انزله في اول رمضان، ده كان اكلي اول يوم رمضان، بس معلش ظروفه حصلت ما قدرتش انزله. انما احنا مع بعض النهارده. الفيديو طبيعي جدا جدا، انا ما فيش اي حاجة جديدة هنعملها، بس احنا قلنا نطلع واكون معاكم في اول يوم رمضان علشان خاطر انا حاسه ان في ناس كتيره البيوت الظروف فيها اتغيرت، فبنقول ايه معلش، الدنيا هتروق وهتتحسن وهتبقى جميله باذن الله، بس بالصبر. فالصبر ايه مفتاح الفرج، فاحنا عايزين كميه مفاتيح لينا كلنا. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ورمضان كريم علينا وعليكم. بصوا فطرنا حاجه جميله كده، بصوا الصلصه وجمالها ولونها. اللون ده يا جماعه ليه سر، انا عامله ليه فيديو مخصوص لوحده، اتمنى ان انتوا تشوفوه. شورت الصغير دقيقه بالظبط وهتعرفكم جمال ولون الطماطم بتاعة المحشي دي اجيبها ازاي واعملها ازاي. ما تنسوش تروحوا وتشوفوه. دلوقتي انا عملت الطماطم بتاعتي هي بتاعت الصلصه زي ما احنا شايفين، وحطيت عليها اجمل خضره، وهنقلبها كده تقليبه عظمه كده تمام. خدوا بالكم انا طافيه النار، ما ينفعش احط الخضره والنار شغال علشان خاطر لونها ما يروحش وتبقى سودا في المحشي وانا باكله. انا بحب اللون يكون فاتح كده وجميل. تمام يا حبايبي، مظبطين الملح بتاعنا وحاطين التوابل بتاعتنا. اي توابل انت بتحبيها حطيها، وانا بضيف عليهم كمان البابريكا علشان خاطر تغمق لي لون الطماطم اكتر واكتر. تمام. واجيب الرز بتاعي اكون مصفياه من الميه تماما، مش عايزه فيه نقطه ميه عشان خاطر ما يخليش الصلصه بتاعتي تبقى خفيفه وما تبقاش باينه في الرز. والتقليب بقى نقلبها كويس جدا جدا. بص اللون الاحمر بتاع الطماطم مع الابيض بتاع الرز، حاجه كده عظمه والله، كان جميل وتحفه. ما تنسوش تشوفوا الصلصه ازاي احنا هنعملها. بصوا انا بوريكم في اول بدايه التقليب، بصوا اللون، يعني لسه كمان الطماطم ما اتخلطتش بالرز، واللون ما شاء الله كان لونه تحفه. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه مع المحشي ده يا هنود؟ هنجيب الفرخه القمر دي، يعني نعمل لها، اخدت ايه يعني، اخدت كده شويه من الخلطه بتاعه المحشي قبل ما احط لها الخضره الصلصه بتاعه المحشي، ودهنت بقى بيها الفرخه ودلعتها يمين وشمال وتحت وفوق كده. يعني بصوا ظبطتها تظبيطه، عملت لها ايه كسوه من الطماطم من الصلصه اللي انا عاملاها للمحشي. يعني مش حاجه ايه هتكلفك، ولا هتعملي صوص جديد ولا توبنج جديد ولا اي حاجه، لا من نفس الطبق اللي انت هتعملي منه للمحشي. تمام. بصوا كمان تقيله ازاي على الفرخه، مش مسيله ومش بتقع من عليها. وبعدين لما انا كمان شويتها في الفرن، دي واخده ايه سلقه، انا اديت الفرخه دي يعني ايه نص سلقه كده علشان خاطر ايه ما تبقاش نيه. ودي بنوتي عامله طبق البلح الجميل بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، وبتوريه لكم. قلت لكم كل سنه وانتم طيبين. شكرا ليكي يا قلبي يا رب. بصوا اهو انا بدخل الصلصه، بصوا من جوه ازاي كمان علشان طعم الفرخه من جوه يبقى واخد من التشريبه اللي هي متغرقه بيها الفرخه من بره. تمام كده اهو. احنا ايه بقى خلاص ظبطتها من قدام ومن ورا من الصدر والمقدمه والنهايه لغايه ما غرقتها. هدخلها بقى الفرن ونستناها على المغرب زي ما احنا منتظرين. تعالوا بقى نشوف المحشي احنا هنعمل ايه يا هنود النهارده. المحشي بتاعنا بصوا الوان وجمال، حاجات ايه عظمه العظمه. تمام يا حبايب قلبي. ونشوف بقى الالوان الجميله بتاعتنا دي بتاعت هنود القمر. بصوا بقى يا لهوي، ده انا بشكر في نفسي معلش. معانا بقى بتنجان وفلفل الوان احمر واخضر واصفر. ايه ده، فتحنا مغاره علي بابا في الالوان. بصوا العين بتاكل فعلا قبل البق. فاحنا نوعنا النهارده، هي وصفه واحده بس نوعنا فيها الالوان. طب والحاجات دي يا هنوده هنرميها؟ لا ابدا، نرمي ايه؟ ده احنا في ظروف اللي بيطول ياكل اي حاجه هياكلها، فما نرميهاش. تعالوا بينا نشوف هنعمل بيها ايه. هنحطها في الحله بتاعتنا من تحت كده، هتدي المحشي بتاعنا بقى طعم حكايه. القلب بتاع الكوسه
بيكون مسكّر، مع الشوربة كان عامل طعم حكاية. بُصّوا بقى الألوان، الأحمر مع الأخضر مع الأصفر مع الأسود، حاجة كده عظمة. تعالوا بينا بقى نسوّيها التسوية التمام، ونشوف فرختنا القمر عملناها إزاي وحلاوتها وجمالها. بُصّوا بقى أنا طلّعت الفرخة، طبعًا كان لسه بدري جدًا على الأذان، أنا مخلّصة كانت قبل الأذان بساعتين، طلّعت الفرخة عشان ما تنشفش وهاركنها شوية، وقبل الأذان بما فيش 10 دقايق هادّيها دهنة كمان من الصلصة اللي أنا وريتها لكم. خلاص داخت الفرخة يا هنود، كفاية عليها كده. هاورّيكم بقى هندهنها دهنة كده من الصلصة اللي إحنا خدناها، وندخّلها الفرن تاني. وتعالوا نعمل أحلى طشة بقى. بُصّوا التوم وجماله، التوم بتاعنا ده فريش يا جماعة، خلّى طعم الملوخية في حتّة تانية خالص. وأخدنا الشوربة بتاعة الفرخة القمر، الفرخة دي اسكندراني يا جماعة، جاية من اسكندرية، وأنتم عارفين يعني إيه فراخ اسكندرية. عملنا بيها بقى بس حلّتين المحشي ده والفلفل الحراق ده اللي كان هيجيب أجلي ساعة الفطار، وضبّطنا أحلى كوبايات شاي كده بالنعناع. البساطة حلوة يا ناس، والله البساطة دي هتخلّيكم في عالم تاني. ما تبصّوش بقى إحنا هناكل إيه ونجيب منين وإمتى وفين، سيبوها على ربنا، قولوا يا رب وهو بيدبّر كل الأمور. اللهم لك ألف حمد. ضبّطت الشاي بالنعناع أهو، والأذان بتاعنا خلاص كان فاضل له 5 دقايق ويدَّن، وابني الله يبارك له هو وبنتي وقفوا ساعدوني. وزي ما أنتم شايفين بقى بيطلّع إيه، المحشي بيرصه صاحب مزاج يا ناس. بُصّوا الألوان بيحطها جنب بعض، الأحمر جنب الأحمر والأخضر جنب الأخضر. ضبّط الدنيا وورانا العظمة بتاعة التقديم، كتّر ألف خيره. وتعالوا بقى بعد ما نخلّص التزويق القمر اللي بيحصل في المحشي بتاعنا دوّة، أورّيكم السفرة بتاعتنا، وأورّيكم التزيين بتاع رمضان اللي ولادي عملوه. كل سنة وهُم طيبين يا رب، عقبال السنة الجاية يعملوا التزيين ده في بيوتهم. وادي الفرخة القمر أهو بعد ما دهناها ودخلناها الفرن تاني. إيه الجمال ده! دي عشان تجيبوها من برّه ولا 400 جنيه يا بنات. لأ أنتِ في البيت كده اعمليها حاجة كده سريعة وخفيفة ومش هتاخد منِّك مجهود ولا وقت. سلقناها وبالخلطة بتاعة المحشي كسيناها. وآدي السفرة بتاعتنا بتاعة أول يوم رمضان، لسان العصفور والملوخية القمر اللي بتطش القمر زي ما إحنا شايفين كده. والمحشي بتاعنا طالع قمر ومفلفل، وكل صباع ماسك نفسه ما فيش فيها كلام. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. والبومب اللي في الشارع دوّة، يا أهلًا بأيام رمضان وليالي رمضان وأصواته الجميلة اللي في الشارع. وتعالوا بقى نشوف الشقة بتاعتنا، إحنا ولادي ضبّطوها إزاي للتزويق. وكل سنة وأنتم طيبين. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم.